عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعرفكم فيه طريقة الكنافة بالمهلبية او بالكريمة الكدابة. المقادير سهلة وبسيطة جدا. هي عبارة عن نص كيلو كنافة لصينية متوسطة. وهنعمل مهلبية. واحنا كنا عاملين فيديو قبل كده عن المهلبية. هما كوبايتين لبن، وكل كوباية لبن معلقة نشا، ولو عندك قشطة لبن هتزوديها في الاخر مع شويه فانيليا بعد ما المهلبيه تخلص. وايه وكده المهلبيه والسكر طبعا زي ما انت عايزه. بس انا عامه ما بحبش احط المهلبيه بتاعه الكنافه سكر. ليه بقى؟ لان احنا اصلا بنسقيها بالشربات، فهيبقى سكر مع سكر، فهتبقى السكر كتير جدا يعني. فكفايه السكر اللي بنسقي بيه الكنافه. وكمان في معلقتين سكر كده مش كبار قوي هنغلف بيهم الكنافه، فهيبقى كفايه قوي السكر كده يعني. ومعانا كمان كوبايه سمنه او سمنه على زيت. بس ما ينفعش بالزيت لوحده يا جماعه، لان الكنافه هي اصلها السمنه البلدي، فكل ما تحط لها سمنه وتزود لها كميه السمنه بتبقى جميله جدا يعني. فانت برضو راجع لك الاختيار. هي ممكن تنفع بأي حاجة، بس لما تحط لها كمية من السمنة البلدي كويسة بتبقى أفضل بكتير يعني، وبتديك طعم أجمل. فدلوقتي هنبدأ بالطريقة. هنضيف بقى معلقتين السكر دول على الكنافة، وهنضيف كمان طبعا هنقلبهم بقى كويس، بس ما نحط ايه السمنة كمان. ونسيب شوية سمنة للصينية من تحت. حبيبي بقى انا حطيت شويه السكر والسمنه كلها على الكنافه، وقلبتها تقليب كويس جدا علشان تدخل السمنه والسكر في كل حته في الكنافه. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا الخطوه دي هاخد نص الكنافه واحطه في الصينيه وهكبسها كويس جدا. حبايبي انا كبست الكنافه تكبيس كويس جدا، بضغط عليها كويس قوي بايديا. ممكن تجيبي صينيه اصغر منها وتكبسي بيها لو ايديكي مش قادره يعني. باي طريقه كبسيها، بس كبسيها جامد. دلوقتي بقى انا هحط المهلبيه وافردها على ايه، على النص الاولاني ده. حبيبي انا حطيت بقى المهلبيه على الكنافه. لو عايزه تحطي رشه جوز هند، رشه سوداني، اي مكسرات عايزه تحطي حطي، مش عايزه ما تحطيش. احنا بنحبها كده من غير حاجه يعني. وبعدين بتسيبي بقى بين يعني ما تفردي المهلبيه، سيبي بس سنتي كده بينها وبين جدار الصينيه، عشان لما تيجي تحطي الجزء الكنافه التاني هي هتتفرد معاه، واخده بالك؟ فعلشان ما تطلعش من الكنافه من الجوانب. فدلوقتي هنحط بقى ايه الجزء التاني من الكنافه، رشيه بقى بايه بحذر كده على الجوانب بقى وكده وعلى المهلبيه. وافردي بقى بطريقتك بقى عشان ما اطولش عليكم. انا هفردها وايه وارجع لكم. بس ايه، يا ريت بقى لما تيجوا تكبسوها المره دي هتكبسوها بقى بخفيه كده، علشان إيه، في تحتها مهلبيه، فالمهلبيه ما تطلعش من الجوانب. هنخلص ونرجع لكم بقى يا حبايبي. انا حطيت النص التاني على المهلبيه وكبستها كده بالراحه قوي وظبطتها في الصينيه. وده الشكل النهائي ليها. ان شاء الله بقى هنسويها ونرجع لكم تاني نفرجكم شكلها النهائي باذن الله. ده يا حبايبي بقى شكل الكنافه بعد ما خلصت. شكلها جميل جدا وطعمها رائع رائع رائع. جربوها كده مش هتندموا بصراحه، طعمها خطير جدا. وما تنسوناش بقى يا حبايبي في لايك وشير واشتراك في القناه. ونشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.